الاكتئاب اليوم من أشد وأخطر الأمراض اللي عم تواجهها البشرية. فالاكتئاب ما هو الاكتئاب؟ من أحد أسبابه عدم قناعتك أنت بوضعك وبحالتك وبمدخولك بعملك مو مقتنع يعني، وهذا الشيء عم يساوي لك ستريس ويساوي لك ضغط نفسي مثلا، أو أنت مكتئب لشيء معين أو لحزن معين، إنه ما عم تزبط الأمور، ما عم تمشي الأمور معك، ما عم تتحسن الهي، فأنت عم يصير عندك هذا الشعور من الضغط النفسي والاكتئاب. فالاكتئاب يعني كل الناس بتعرف شو الاكتئاب وبتعرف شو أعراضه وأخطاره الخطيرة جدا على الإنسان. فيعني أنا السؤال اليوم اللي بيطرحه عليك، إذا أنت اكتئبت هل حيتحسن وضعك؟ إذا أنت اكتئبت هل يعني حتنفرج الأمور وتتحسن بالاكتئاب تبعك؟ هل شغلك حيتغير إذا أنت اكتئبت؟ هل أنت ما عندك زوجة حتيجي إذا أنت اكتئبت؟ هل أنت عندك قلة بالرزق؟ هل سوف يزيد رزقك إذا أنت اكتئبت؟ ما الفائدة من الاكتئاب؟ أنا أطرح السؤال اليوم، ما الفائدة من الاكتئاب؟ الاكتئاب يعني شيء خطير، يعني أنت معناتها ما عندك إيمان. أنا هون عم بتكلم اليوم على الإنسان المؤمن اللي بيعرف الله، سواء كان مسيحي، سواء كان يهودي، سواء كان مسلم، سواء إنسان مؤمن. أنا أتكلم اليوم إنسان يؤمن بالله. فلا يجب على أي إنسان وبالذات المسلم أن يكتئب، لأنه يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. رزقك بإيده، صحتك بإيده، الزوجة الصالحة يبعث لك إياها بإيده، كل شيء بإيد الله سبحانه وتعالى وكله بقدر. يعني يعني هلا ما اجاك يمكن يجيك بكره، رزقتك قليله يمكن تتحسن بكره، ما عندك شغل منيح يمكن يصير عندك شغل منيح بكره. فالمؤمن لازم يكون عنده حسن الظن بالله انه القادم اجمل، وان شاء الله سبحانه وتعالى بده يكرمه. فلا يمكن لمؤمن ان يتعرض للاكتئاب اذا كان عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى انه كل شيء بيده. يعني وقد يتعرض الإنسان سبحان الله ويبتلى، يعني المؤمن أحيانا بقلة الرزق وقلة السعة، قلة الأولاد، ما عنده أولاد، ما عنده شغل منيح، ما عنده زوجة منيحة، ما عنده، قد يبتلى الإنسان، ولكن لا يؤدي هذا الابتلاء إلى الجحود أو إلى الكفر أو إلى سبحان الله يعني إلى الاكتئاب. لا يجب أن يؤدي هذا الشيء إلى الاكتئاب. يعني خلي عندك دائما هيك التفاؤل، خلي عندك دائما انه الله سبحانه وتعالى بده يكرمني. فلا تحزن، ان بعد العسر يسرا، ان بعد العسر يسرا. مرتين الله سبحانه وتعالى اقسم انه الامور كلها ان شاء الله بتتحسن معك. حميد الله على اللي عندك اياه، لا تطلع شو ناقصك، شوف شو عندك وحميد الله عليه، وان شاء الله ستتحسن الامور. كن عندك ثقة انه ان شاء الله القادم اجمل. ودمتم جميعا بألف خير.